أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الخميس إعادة العمل الفوري بنظام التأشيرات بالنسبة لكافة الرعايا الأجانب حاملي جواز السفر المغربي حسب وسائل إعلام محلية. وذكر المصادر عينها أن الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. وفي تكرار لأسطوانتها المشروخة، اتهمت الخارجية الجزائرية المملكة المغربية وفق البلاغ باستغلال غياب التأشيرة بين البلدين، حيث انخرطت في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني حسب البلاغ. ويندرج القرار الجزائري ضمن عملية شاملة ضد المغرب، ويدل على ضعف النظام الجزائري، وهو محاولة لكبح الزيارات بين الشعبين بهدف تغطية الوضع الجزائري البئيس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.